بيشحن ولا بيفرغ؟ سؤال محير. الدائرة المهتزة بتتكون من ملف ومكثف بيحصل بينهم شحن وتفريغ للمكثف. المكثف بيخزن الطاقة على شكل مجال كهربي، بعد شوية يديها الملف يحولها إلى مجال مغناطيسي، بعد كده الملف يرجعها للمكثف يحولها لمجال كهربي، وهكذا. فالشحنات بيحصل فيها تبادل بين الطاقة الكهربية والطاقة المغناطيسية. فعايز نركز كده مع السؤال ده مع بعض. بس قبل ما نركز مع السؤال تعالى نفتكر مع بعض تركيب الدائرة المهتزة. الدائرة المهتزة كانت بتتكون من مكثف متصل بملف. لو المكثف مشحون ففي الحالة الأولى لسه الزمن بصفر، الزمن بصفر، المكثف بيخزن الطاقة على شكل مجال كهربي. بعد كده لما نقفل الدايرة، لو هنا في مفتاح وقفلناه، أول ما نقفل المفتاح هيبدأ المكثف يفرغ شحنته لحد ما يمر تيار كهربي في الدايرة فيتحول المجال الكهربي إلى مجال مغناطيسي. يعني بعد ربع دورة هتلاقي المكثف فاضي كده وكل الشحنات مرة في الدايرة. يعني هنا في تيار اسمه اي ماكس، وطبعا مشيناه كده انه بيخرج من الموجب، بس خلاص المكثف فضى وتحول المجال الكهربي الى مجال مغناطيسي. ده لما الزمن يساوي ربع تي. طيب بعد فترة كمان الملف بيبدأ يحول المجال المغناطيسي الى مجال كهربي ويشحن المكثف بس في الاتجاه المضاد. يعني بعد نص دورة هتلاقي الملف اتفضى والمكثف اتشحن بس في الاتجاه المضاد. يعني كان فوق موجب وتحت سالب، لا تحت هيبقى موجب وفوق سالب، ويبقى المجال الكهربي اتغير كده. يبقى ده بعد زمن بيساوي نص تي. بعد زمن 3/4 تي هتلاقي مر تيار من الموجب كده اي ماكس والمكثف اتفضى وتحول كل المجال الكهربي الى مجال مغناطيسي في الاتجاه المضاد. بعد زمن، بعد دورة كاملة هتلاقي رجع الوضع الطبيعي الأولاني. يعني هنا هيبقى موجب وهنا هيبقى سالب، وتخزنت الشحنات الكهربية على شكل مجال كهربي بعد زمن بيساوي تي كابيتال، يعني زمن دوري كامل. تعالى بقى بعد المعطيات اللي احنا قلناها دي والحل والشرح اللي احنا قلناه، تعالى نقرأ السؤال ونفكر مع بعض. ده سؤال في الامتحان الاستشهادي بتاع السنة دي. امتحانات الاسترشادية فيها بعض الأسئلة الجميلة زي السؤال ده. بيقول لي وضح الشكل دائرة مهتزة عند لحظة تي صفر. ما الشكل الذي يعبر بشكل صحيح حالة الدائرة عند زمن أو عند اللحظة تي بتساوي 3/4 تي، يعني بعد 3/4 دورة. ركز كده، هو كان الأول المكثف مشحون، هنا موجب وهنا سالب والملف فاضي. بعد يعني زي الرسم اللي احنا راسمينها كده اهي، بعد ربع دورة هيبقى في تيار ماشي كده اسمه اي ماكس. بعد نصف دورة المكثف هيتشحن بس في الاتجاه المضاد. بعد 3/4 دورة هيمر تيار عكس التيار اللي فوق، عكس الربع دورة، هيبقى ماشي كده. تعال نبص بقى الإجابات الصح. هل الإجابة دي صح؟ لا دي غلط طبعا، دي الرسمة زي ما هي، زي الرسمة اللي فوقها، مفيش أي تغيير. طيب هل اللي بعدها صح؟ لا برضو التيار جايب لي هنا بصفر. هل الرسمة دي برضو صح؟ المكثف اتعكس الشحن ده بعد نص دورة، هو عايز بعد 3/4 دورة. شوف بقى بعد 3/4 دورة، بص على الرقم د ورقم د هنا اهي، التيار ماشي كده اهو اهو، طبعا هيلف كده عادي اهو، اي ماكس هيلف كده عادي، ده هو اي ماكس، والمكثف هيتشحن يبقى، والملف قصدي هيتحول لمجال مغناطيسي، يبقى الاجابه الصح رقم ج. فركز على دوره كامله، اللي بيحصل في ربع دوره، نص دوره، 3/4 دوره، دوره ايه كامله.